النهارده هنتكلم عن الالوان وازاي انها تقدر تحول المشهد بتاعك الخام الى لوك سينمائي يشد العين، وهنتكلم عن الكالر كوريكشن والكالر جريدنج وهنعرف الفرق ما بينهم، وهنخش في تفاصيل كتيره وحاجات محدش بيتكلم عنها خالص، وقد ايه هي مفيده في حياتنا الشخصيه والعمليه ومفيده في شغلنا، ونتثقف شويه في الالوان بس في التصنيف بتاعنا، المناظير المعماريه والانيميشن. الالوان هي عمود من عواميد التصوير والافلام بجميع انواعها، والمرحله دي من اهم المراحل في شغلنا، لانه ما ينفعش تسلم للعميل شغلك الخام من غير ما تلعب في الالوان، والا مش هيحس بقيمه شغلك. يعني لو عملت شغل فخم وارد جدا تعبك كله يروح لانه ما انبهرش بصريا، لكن لو قدمت شغلك بشكل شيك وسينمائي حتى لو عملت مشروع صغير وبسيط العميل هينبهر بيه، لانك خدعته بالالوان المريحه نفسيا وابهرته بصريا. ما اقصدش خدعه بمعنى خدعه، ولكن لو الشغل العام عجبه هيتجنب عيوب كتير وهيحب التصميم اكتر. انا استحاله اسلم العميل اي شغل سواء مناظير او انيميشن الا لما اعدي على مرحله الكالر كوريكشن والكالر جريدنج، ولذلك هنعرف الفرق ما بينهم دلوقتي. الصوره بتعدي على مرحلتين. اول مرحله الكالر كوريكشن او تصحيح الالوان. طيب كل صوره ليها كالر سكيم او نظام الوان، ولو خدنا عينات من الوان الصوره نقدر نجسد النظام ده بحاجه اسمها مسطره الالوان. كل صوره ليها مسطره الوان خاص بيها. لحد دلوقتي حلو قوي. لما بتاخد الصوره الخام من اي كاميرا بتبقى الوانها مش احسن حاجه، وممكن مثلا يكون في اضاءه ساطعه مبوظه الصوره، او مثلا لون السكين تون بتاع البشره يكون لونه غريب، ووارد يكون في مشاكل في الصوره والوانها مش حلوه. فهنا بنعمل حاجه اسمها كالر كوريكشن او تصحيح الوان، بنصلح المشاكل اللي موجوده في الصوره وبنظبط الوانها، ودي المرحله الاولى. المرحله الثانيه وهي الكالر جريدنج. الكالر جريدنج هو اختيارك الابداعي لشكل الصوره، يعني هو الاحساس اللي عايز توصله من الصوره، يعني بتعمل الوان خاصه عشان توصل لشعور معين. الالوان ليها دلال ومعاني وممكن تاثر على نفسيتنا والمود بتاعنا. يعني مثلا الالوان العاليه بتبقى مبهجه شويه، على عكس الالوان المطفيه بتحس ان في حزن، ودي حاجه بيستخدموها صناع الافلام عشان يحسسونا بالمشاعر اللي هم عايزين يوصلوها. طيب بخصوص شغلنا بقى، خلينا نطبق عملي وانا فاتح مشروع قدامي ونكمل شرح هناك. وطبعا شرحنا هيبقى في التصنيف بتاعنا المناظير المعماريه، وهبتدي شرح من 3 دي ماكس عشان ابتدي من الاول خالص. فرضا ده مشروع كنت شغال عليه وظبطت اضاءاتي ورتبت شغلي وعملت ريندر وخلصت وعايز اسلمه للعميل. وبعيدا عن تفاصيل الريندر اليمنت وشغل البوست برودكشن، كل ده هنشرحه بعدين بس مش موضوعنا النهارده. مهما كنت مظبط الوانك واضاءاتك والمشروع شكله حلو، هتحتاج برضو تلعب في الالوان وتعمل كالر كوريكشن وكالر جريدنج على الفوتوشوب عشان يظهر بشكل سينمائي. احنا ممكن طبعا نعمل ده من الماكس، بس ادي العيش لخبازه، الفوتوشوب اقوى في الالوان. طيب وعشان نلون بشكل احترافي واحنا لسه في الماكس قبل ما اروح للفوتوشوب، في حاجه مهمه قوي لازم تعرفوها ولا حد اتكلم عنها خالص. ركزوا معايا. انتوا بتحفظوا المشروع ازاي؟ بتيجي هنا وتقول له سيف وتختار امتداد جي بي جي، صح كده؟ طيب الطريقه دي اسوأ طريقه لحفظ الصور من الماكس، لانه بيديك داتا بيت قليله، يعني معلومات الوان قليله. هشرح لكم دلوقتي افضل طريقه لحفظ الصور، وهي البي ان جي. وده مش عشان تعزل الباك جراوند من المشروع، لا خالص، احنا ممكن نحفظه عادي زيه زي الجي بي جي. انا دلوقتي هعمل سيف للمشروع بالامتدادين واوريكم الفرق ما بينهم. بصوا خدوا بالكم هنا وانا بحفظه بامتداد بي ان جي، بيقول لي هنا انه هيديني عدد الوان اكتر، واشيل تفعيل الالفا تشانل عشان ما يخفيش السما. اوكي، دي الصورة الجي بي جي ودي البي ان جي، والفرق ما بينهم مش ملحوظ ومش هتحس باختلاف دلوقتي. طيب لو شفنا الجي بي جي ايمج مود هتلاقيها 8 بت، ولو رحنا عند البي ان جي ايمج مود هتلاقيها 16 بت. يعني ايه الكلام ده؟ شوفوا هنا الصورة 8 بت فيها 16 مليون لون، لكن الصورة 16 بت فيها 281 مليار لون، وده معناه ان الصورة 16 بت فيها معلومات الوان اكتر وداتا بيت اعلى، وبالشكل ده تقدر تعدل على الالوان بطريقة احترافية وتشد وتجذب في المونتاج براحتك. والكلام ده مش بس في الصور، وكمان في الفيديوهات لو هتعمل انيميشن من الماكس. فالناس اللي كانت بتحفظ الصور جي بي جي لا احفظوها بي ان جي، تحديدا لما تكون عايز تظبط الوان المشروع بتاعك وتطلع افضل جودة. طيب عظيم جدا. هنبدا في اول مرحله في التلوين ونعمل كلر كوريكشن على الصوره البي ان جي، ونبدا نحسن شكل الصوره، وهشرح ازاي نستخدم الكلر ويل اللي هي عجله الالوان، ونعرف ايه الالوان اللي تمشي مع بعض عشان مش اي الوان نخلطها مع بعض كده وخلاص، عشان يبقى في تناغم في الالوان، لان الالوان ليها دراسه. قبل ما ابدا بس اعمل كنترول جي عشان اعمل نسخه تانية اشتغل عليها. تمام، احنا هنا ممكن نعمل كلر كوريكشن من الادجستمنت اللي موجوده هنا، او من هنا، او من هنا، والتلاتة واحد.
او من كاميرا رو فلتر اللي اختصارها كنترول شيفت A، ودي اللي انا هستخدمها عشان عندي هنا كل حاجة في مكان واحد. طيب كل صورة ليها ظروفها الخاصة، يعني مش كل صورة نعمل فيها نفس اللي هنعمله دلوقتي. انا بشوف بعيني الصورة عايزة ايه وببتدي بشتغل على الاساس ده. شايفين الجراف اللي فوق ده؟ انا بعرف منه الصورة غامقة ولا فاتحة. لو لقيته الجراف جاي شمال يبقى الصورة غامقة، ولو لقيتوه جاي يمين يبقى فاتحة. طيب عايز افتح الصورة هنا شوية، بس مش عايز اللون الابيض يلسع مني. بعرف منين؟ من الجراف اللي فوق. شايفين الجراف من اليمين في حتة طالعة لفوق شوية، ده معناه ان في مناطق منورة لسعت، فبقلل الهايلايت شوية بالشكل ده. مش عايز اعمل كونتراست دلوقتي، خليها بعدين. عايز اجرب حاجات تانية. باجي عندي color ومن temperature يديها لون ازرق او اصفر. حاسس ان الاصفر احسن، يعني حاجة بسيطة. تمام. بروح عند effects texture، دي بتعمل شارب على الخامات، يعني بتظهر تفاصيل الخامات اكتر، مهمة جدا بصراحة. clarity دي بقى خطيرة، بتعلي التفاصيل وبتعمل كونتراست، وعشان كده ما عملتش كونتراست اللي في الاول عشان دي. بصوا الفرق. ايه ده؟ دي جديدة دي. ثواني كده. اوكي، دي بتعمل كونتراست بالالوان وكمان بتعلي التفاصيل. الوان السما هنا ظهرت اكتر، حلو قوي دي. نعملها حاجة بسيطة كده. فيجنت انتوا جبتوها هنا، دي بستخدمها ساعات لما بغمق الاطراف، بس حاسس اني مش محتاجها دلوقتي. جرين دي بتعمل نويز وما تستخدموهاش في المشاريع، احنا بنستخدمها في الصور الشخصية عشان يبقى شكلها سينمائي. الكيرف مش بحب استخدمها من هنا. كولر ميكسر دي مهمة قوي في اللعب بالالوان. من ساتوريشن بقلل وعلي الالوان في مناطق معينة. ممكن اعلي شوية لون السما، مش قوي، خليك سنسيتيف. ومن هيو اغير اللون في اماكن معينة. انا بحب دايما لون السما اديها الدرجة دي، واقدر اغير اي لون في الصورة زي ما انا عايز. ومن لوميننس اعلي واقلل درجة اللون. كل اللي احنا بنعمله دلوقتي اسمه color correction، احنا بنظبط الوان الصورة. نروح عند الcolor grading، وهنا نقدر نعمل تنت او نضيف درجة لون في الشادو الاماكن المظلمة، والهايلايت الاماكن المنورة، والميد تون اللي ما بينهم. وقبل ما نلعب في الالوان هنا لازم ندرس الالوان الاول. في الوان تنفع مع بعض والوان ما ينفعش يتحطوا مع بعض، عشان يبقى في color harmony، تناغم في الالوان، ودي هشرحها بكل بساطة دلوقتي. في 6 طرق لتنسيق الالوان مع بعضها. اول طريقة الالوان المتقابلة، هنا بتخلط اي لونين مع بعض بشكل متقابل زي ما انتم شايفين، ويفضل ما يكونش لونين بنفس المقدار، يعني تخلي لون اقوى من التاني. تاني طريقة التقابل مع الانقسام، وده لو عايز تخلط 3 الوان مع بعض. تالت طريقة التقابل المزدوج، وده لو عايز تخلط 4 الوان مع بعض. رابع طريقة الالوان الاحادية، وهنا لو عايز تاخد درجات من لون واحد. خامس طريقة الالوان المتجاورة، وهنا لو عايز تلون بالوان قريبة من بعض. وسادس طريقة الالوان الثلاثية، هنا بتاخد اي درجات من الالوان وتكون المسافة متساوية بينهم. طبعا دراسة الالوان شيء مهم في شغلنا، فحاول تلتزم بالست طرق دي عشان يكون الالوان متناسقة مع بعضها. الموضوع سهل. نرجع تاني للدرس. انا هلون هنا باول طريقة الالوان المتقابلة. انا مش محتاج اخلط اكتر من لونين حاليا، دول كافيين بالنسبة لي. واللونين اللي هخلطهم اعتقد الاصفر، خلونا نجرب كده. الاصفر في الهايلايت والازرق في الشادو، حاجة بسيطة. نيجي عند الديتيل. الشاربنينج بيعلي التفاصيل، بس انا اوريدي عليتها فمش محتاج اعمل كده. اوبشن لا. لينس بلور، ايه ده؟ حركات، ضافوا حاجات حلوه قوي في التحديث الجديد. تمام كده. اوكي، بصوا الفرق قبل وبعد. ده الكالر كوريكشن، بيحسن ويصلح ويجمل شكل المشروع. ولعبنا شويه في الكالر جريدنج لما لونا بالكالر ويل اللي هي عجله الالوان. نخش بقى على الكالر جريدنج. احنا ممكن نكتفي بالكالر كوريكشن، بس خلينا نشوف لما نعمل كالر جريدنج شكل المشروع هيبقى عامل ازاي. بروح من فلتر، نيك كوليكشن، كالر افكتس برو. ده بلجن انا مسطبه على الفوتوشوب، فيه افكتات جاهزه حلوه قوي، ودي اكتر افكتات انا بستخدمها. انا حاططها في الفيفوريت، ودي كل الافكتات اللي موجوده.
اوكي، هاجي هنا واختار كروس بروسيسنج واختار منها المود اللي انا عايزه. واقدر اضيف افكت كمان على الافكت اللي موجود، وادوس على اد فلتر واختار colorize واختار دي، واضيف افكت تالت اد فلتر واختار ديتيل اكستراكتور. مثلا هي بتظهر تفاصيل اكتر، انا مش عايزها على كامل المشروع بس شكلها حلو في السما، فهضيفها في السما بس. اوكي، اقلل الاوباسيتي شويه واجيب كيرف واحط نقطه هنا ونقطه هنا ونقطه هنا. اجي عند الشادو او الاماكن المظلمه السوداء اخليها رمادي شويه، بتدي شكل سينمائي حلو قوي. ده الفرق قبل وبعد، شايفين؟ ولو السما مش عاجباك اغيرها بكل سهوله من edit sky replacement واختار الشكل اللي انا عايزه. بس لا، انا حابب شكل السما اللي معايا. طيب ادوس على كنترول الت شيفت اي علشان يجمع لي كل الافكتات دي في صوره واحده، واضيف شويه عناصر بالذكاء الصناعي. بصوا الفرق بين الصورتين، هنا دي الصورة اللي طالعة من الماكس خام، وهنا لما لعبنا شوية في الألوان. بس كده واحفظ المشروع بامتداد جي بيج عادي. موضوع البي ان جي ده في الماكس بس. ودي النتيجة النهائية. طبعا اللعب بالفوتوشوب ما انتهاش لحد كده، ده اللي حبيت اعمله بخصوص المشروع ده، وفي حاجات تانية هنشوفها في الدروس الجايه ان شاء الله. فخلاصة درس النهارده عرفنا الفرق بين الكالر كوريكشن والكالر جريدنج، ودرسنا الالوان، واهم حاجه ما تسلمش لعميل المشروع الا لما تخرجه بشكل سينمائي عشان يحس بجمال شغلك. بس كده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير وتفعلوا الجرس عشان تتابعوا كل جديد. شكرا جدا ليكم، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.